السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة لسه أول يوم شغل لينا هنا بعد مظبطنا الدنيا. يعني خدنا الأسبوع اللي فات كله تقفيل فوق الوزر ده. الوزر ده المفروض إن هو كان مدفون، ولكن للأسف لقيناه كان فيه عالي كتير أوي عن الحيطة ومش مظبوط، فاضطرينا إن احنا نسويه بالحيطة وبعد كده نبتدي نشتغل عليه. يعني كان في بروز هنا أكتر يمكن من سنتي، وفي حتت مدفونة بسوى الحيطة. المهم إن احنا سويناه كله زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده ان شاء الله هنبتدي المراحل بتاعتنا. لسه طبعا اول مرحله بندي فينوماستيك برايمر جوتن، وبعد كده ان شاء الله هنبتدي التاسيس. طبعا لسه في الموتيل هيركب بعد التاسيس. طيبنا فوق الوزر كله زي كده علشان خاطر يعني لما تيجي في الاخر تلاقي الفينش يكون شكله حلو وممتاز. طبعا بنعمل اول حاجه المواشمه، وبعد كده المواشمه اللي هي ان احنا بنشيل اي وساخه او اي جبس وقع على الحيطه او اي حاجه، وبعد كده نبتدي ان احنا نخش في المراحل بتاعتنا. زي ما احنا شايفين اهوت الوزر كله سويناه بالحيطه، وبعد كده طيبنا عليه بحيث ان هو هيكون الوزر مدفون بسوى الحيطه. ما صورتش انا في الاول كان شكله ايه، ولكن الحمد لله. يعني حبيت برضه ان انا اشارككم لحظه بلحظه، ولكن انا ما جاتش في دماغي ان انا اصور لكم الشكل كان ايه الاول. الابواب كلها خشب سويد عموله، حاجه برضه ما شاء الله محترمه جدا وحاجه نظيفه. لسه برضه هنركب هنا ان شاء الله. هيبقى فيه فيوتك كورانيش نقفل بيها فوق السيراميك، وهنا برضه هيبقى ان شاء الله فيه فيوتك، وان شاء الله برضه هنركب هنا زوايا بي في سي عشان خاطر حماية الزاوية من الخبطات اللي زي كده والتجريح. دعواتكم ربنا ييسر الحل، وان شاء الله باذن الله استنونا في الفينش، وربنا ييسر الحل لينا وليكم اجمعين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.